ده الذهب. معظم الناس بتعتبره ملاذ آمن. من سنة 2011 لغاية النهارده سعره ارتفع حوالي 127%. يعني لو كنت حطيت $1000 في الذهب كان زمانهم النهارده بقوا حوالي $2270. ودي البيتكوين من 2011 كانت بنص دولار، ودلوقتي قيمتها زادت بأكتر من 37 مليون في المية ووصلت ل $110,000. قواعد اللعبة اتغيرت والعالم كله بدأ يعيد تفكيره. أنا ليه أحط فلوسي في استثمار تقليدي زي الذهب لما في استثمار رقمي ممكن يحقق لي عائد اضعاف مضاعفه؟ ولو فاكر ان القطر فاتك، احب اقول لك ان في عملات كتير لسه بتقدم فرص ضخمه جدا، زي عمله BNB مثلا، قيمتها زادت في اخر سنه بس حوالي 66%. وعمله سولانا في 2021 حققت ارباح 12,000%. وعملات رقميه تانية كتير عندها القدره تديك عوائد خياليه على مدار السنين اللي جايه. وهنا يجي دور منصه كريبتوماس اللي بتوفر لك تجربه سهله وبسيطه جدا. كل الفكره انك هتشتري اي عمله تعجبك من قائمة ضخمة من العملات الرقمية وتحتفظ بيها، وبعدين ترجع تبيعها لما سعرها يغلى، كأنك بالظبط شاري ذهب ومحتفظ بيه عندك في البيت. بس هنا العائد مع الزمن اعلى بكتير من الذهب، والاجمل انه ده استثمار حلال بدون اي رفع ماليه ومختلف تماما عن المغامرات الخطيره زي الفوركس. انا شرحت لك كل تفاصيل منصه كريبتوماس خطوه بخطوه على اليوتيوب. اكتب لي بس كلمه استثمار في الكومنتات وهبعت لك رابط المنصه وكمان فيديو الشرح. والسؤال هنا مش انت هتستثمر ولا لا، السؤال الحقيقي يا ترى هتلحق القطر ولا هيفوتك تاني؟